طيب الله أوقاتكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائية الإثرية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحيي 20 من يونيو يوم شهداء إثريا. تقديم 28 مليون نفقة لإعالة أسر الشهداء. الأمطار تضر بالمباني والمحاصيل في حلحل. منظمة الصحة العالمية تحذر من مرحلة جديدة لفيروس كورونا. فرنسا وألمانيا وبريطانيا يوافقون على تمديد حظر الأسلحة المفروضة على إيران. مقتل 4 أشخاص في انفجارات بباكستان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أحيت البلاد اليوم 20 من يونيو يوم الشهداء بتمجيد مسيرة الشهداء والفخر والاعتزاز بتضحياتهم. وقام فخامة الرئيس إسياس أفورقي بوضع أكاليل الزهور في 8 من صباح اليوم على مقبرة الشهداء بأسمرة في المناسبة التي اقتصرت فقط على وضع أكاليل الزهور. كما شهدت أقاليم البلاد مراسم وضع أكاليل الزهور على مقابر الشهداء. وعرف مساء يوم 19 من يونيو إضاءة الشموع في المنازل لذكر الشهداء وضعا في الاعتبار الإجراءات المتبعة للتباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا المستجد. وقد وجهت الفضائية الإثرية وإذاعة صوت الجماهير الإثرية برامجها يومي 19 و20 من يونيو لهذه المناسبة العظيمة ومضمونها الكبير، وبثت برامج ثقافية وفنية وأفلام وثائقية عكست المناسبة بتعاون وزارة الإعلام والدفاع ومفوضية الثقافة والرياضة ومكتب الجوازات والجنسية والشرطة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة وإدارة الإقليم الأوسط. أحيا المواطنون في أقاليم الجنوب وشمال البحر الأحمر وعنسبة والقاش بركة وجنوب البحر الأحمر ذكر الشهداء مساء أمس 19 من يونيو بإضاءة الشموع في المنازل. وفي المراسم التي جرت اليوم 20 من يونيو على مستوى الأقاليم، وضع حكام الأقاليم أكاليل الزهور على مقابر الشهداء في مندفرة ومصوع وبرنتو وكرن وعصب. على الصعيد نفسه أحيا الإثريين المقيمون في أبو ظبي ودبي بالإمارات العربية المتحدة والدوحة القطرية ذكرى يوم الشهداء 20 من يونيو. وقد أحيا المواطنون يوم الشهداء بإضاءة الشموع والوسائل التي تسمح بها قوانين الدول مع أوضاع وباء كورونا. وألقيت في المناسبة كلمات عبرت بأن 20 من يونيو يوم ليس إضاءة الشموع فحسب، بل لاستذكار الشهداء روحيا وتجديد العهد لتنفيذ أمانتهم ومساءلة النفس عن المسيرة الماضية. إعلان وزارة الصحة. أثبتت الفحوصات التي أجريت اليوم 20 من يونيو للمواطنين المعزولين في مركز الحجر الصحي بضواحي مدينة عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا. هذا المواطن كان قد عاد في الأسابيع الماضية من جيبوتي. تجدر الإشارة إلى أنه رغم منع حركة الناس من دولة إلى أخرى، إلا أن تدفق المواطنين العائدين إلى البلاد عبر البر والبحر لم يتوقف من إثيوبيا والسودان وجيبوتي واليمن. وبلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 143 حالة، منهم 39 تم تسريحهم إلى منازلهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية، فيما يتلقى 104 الرعاية الصحية في المستشفى. وزارة الصحة 20 من يونيو 2020. أوضح مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم أن الإعالة قدمت لأسر الشهداء المتواجدة في 9 مديريات بمعدل 500 نقفة شهريا لكل أسرة. كما تم في الأشهر الستة الماضية تقديم مبلغ أكثر من 1,040,000 نقفة مقدمة من الإريتريين المهتمين لإعالة أسر الشهداء.
وأشار مكتب غلي محسبة إلى تزايد المواطنين الراعين لأسر الشهداء إدراكا بأن مسؤولية إعالة أسر الشهداء ليست مسؤولية الحكومة وحدها. وقدمت الحكومة اللاتفية حوالي 5 مليار نقفة منذ بدءها الإعالة الشهرية بمبلغ 500 نقفة شهريا لأسر الشهداء في السنوات ال15 الماضية. قدم عمال المؤسسات الحكومية في مدينة فعبت مبلغ 12 ألف نقفة ل8 أسر شهداء. وأوضح الشاب أحمد آبر المنسق للبرنامج أن الدعم الذي يقدم على 3 مراحل ب4000 نقفة في كل مرحلة قد نفذ الجزء الأول منه. وأشار إلى وجود فكرة لدعم أسر الشهداء في بناء وصيانة المنازل ومساعدات أخرى، وسيقدم مستقبلا للأسر الأخرى. وأشهد مدير مديرية فعبت السيد أحمد محمد نور رجب في المناسبة بالدعم المقدم من مال المؤسسات الحكومية، موضحا بأن الدعم له مضمون كبير لكونه يأتي في يوم الشهداء وفي فترة وباء كورونا. ألحقت الرياح والثلوج التي صحبت الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم 16 من يونيو في مديرية حلحل ألحقت الأضرار بالمباني والمزارع. وقد انهارت 9 منازل بفعل الأمطار الغزيرة واقتلاع سقف مدرسة الشهيد عبد الله ديغول. ودمرت الثلوج مساحة 10 هكتارات من مزارع الذرة وهكتارين من مزارع الخضر. وألحقت أضرار جزئية بأشجار البرتقال والتفاح والليمون والمانجو. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد ولدنكيل برهان عن وقوع مثل هذه الأضرار سنويا، وهذه هي المرة الثالثة التي تتضرر فيها مدرسة الشهيد عبد الله ديغول. وكان حادثا مماثلا قد وقع يوم 14 من يونيو في مديرية أسماط، وألحق الأضرار الجزئية بمدرسة جاني الابتدائية والمتوسطة. سيداتي سادتي، إلى فاصل ومسلم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. مع الرفع الجزئي للقيود الصحية التي فرضت جراء أزمة فيروس كورونا، عادت منظمة الصحة العالمية لتدق ناقوس الخطر بشكل أكثر جدية. وقالت المنظمة أن العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة من أزمة الوباء مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل. وبهذا الخصوص قال المدير العام للمنظمة تدرس أدهانوم في مؤتمر صحفي افتراضي أن العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة. وأشار إلى أن الصحة العالمية أحصت 150 ألف إصابة جديدة، وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء. وكان مدير المنظمة قد اعتبر في مؤتمر صحفي سابق أن التراخي هو الخطر الأكبر حاليا في الدول التي تشهد الأوضاع فيها تحسنا، مضيفا أن سكان دول العالم بغالبيتهم لا يزالون عرضة للإصابة. وتخطت البرازيل عتبة 1,000,000 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في مؤشر على تواصل تفشي الوباء في العالم الذي دخل مرحلة خطيرة مع بدء الدول رفع إجراءات العزل وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية. أعلنت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أعلنت معارضتها رفع حظر الأسلحة الذي يستهدف إيران. وكتب وزراء الخارجية الثلاثة في إعلان مشترك أن رفع الحظر المبرمج في أكتوبر المقبل الذي تفرضه على الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية يمكن أن تكون له آثارا كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين. كما أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها لن تدعم الجهود الأمريكية أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها قالت أنها تريد الحوار مع طهران بشأن انتهاكاتها للاتفاق النووي المبرم عام 2015. وإذا لم يمدد مجلس الأمن الدولي الحظر، فإن واشنطن هددت باللجوء إلى آلية حددها الاتفاق النووي تقضي بالعودة الفورية لفرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران. واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الثلاثة بخدمة خصبي إيران اللدودين الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بصياغة قرار نووي مناهض لطهران.
قال الادعاء العام الصيني أنه وجه اتهامات بالتجسس إلى كنديين محتجزين بالصين، وهي اتهامات قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة في قضية أثارت توترا دبلوماسيا بين أوتاوا وبكين. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه يشعر بخيبة أمل شديدة وسيواصل الضغط على الصين للإفراج عن الاثنين. وكانت السلطات الصينية قد ألقت القبض على الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافور في أواخر 2018 بعدما اعتقلت سلطات كندا مينغ وان تشو المدير المالية لشركة هواوي تكنولوجيز في فانكوفر بناء على أمر اعتقال أمريكي. وعلى الرغم من تأكيد الصين عن اعتقال الاثنين ليس له صلة بمينغ، قال دبلوماسيون وخبراء سابقون أنه وسيلة للضغط على كندا. ودعت الصين إلى الإفراج عن مينغ، وحذرت كندا من أنها قد تواجه عواقب لمساعدة الولايات المتحدة في قضيتها. بهذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.